يبقى عندنا الحاجة اللي بعد كده الأعمال الصعبة والخطرة دي بتزيد 7 أيام، وفي المناطق النائية زي ما قلنا هم بعض المناطق المذكورة في قرار من قرارات الوزير للقوى العاملة، هم 7 محافظات. وقال كده إن أي مكان بيبعد عن أقرب طريق يربط ما بين المحافظات 11 كيلو في الصحراء، يعني زي المناجم والمحاجر وزي البترول وما إلى ذلك، اللي هي بتبقى بعيدة عن العمار، اللي هي علشان أوصل لأقرب طريق رئيسي باخد وقت طويل. يعني هو دي الأماكن اللي هي بيزيد فيها عدد الأجازات، عدد أيام الأجازات ل7 أيام. فئة أخرى بيزيد رصيد أجازاتها 7 أيام وهما الأطفال. والأطفال في قانون العمل هم من لم يتجاوزوا 18 سنة، بيزيد أجازاتهم 7 أيام. هراجع بسرعة على الأعداد. يبقى 21 يوم بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة، و30 يوم لمن أمضى في خدمة صاحب عمل أو أكثر 10 سنوات أو تجاوز عمره 50 عام، وبيزيد 7 أيام المناطق النائية والأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة بيستحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها بشرط أن يكمل 6 أشهر، وبيزيد 7 أيام للأطفال. عندي مبدأ مهم قوي قوي لازم أخد بالي منه لما بنيجي نتكلم عن الأجازة السنوية. الأجازة السنوية أجازة مستقلة بذاتها عن بقية الأجازات، سواء المرضية، سواء الأعياد والمناسبات، سواء الراحات الأسبوعية، فهي أجازة مستقلة بذاتها. فأنا ما ينفعش يجي أنا يبقى راحة عندي الراحة الأسبوعية بتاعتي يوم الجمعة، واجي أقول العامل أخذ خميس وسبت أجازة فأنا هحسبهم له 3 أيام. لا طبعا الكلام ده مش صح، لأن الأجازة مستقلة بذاتها. يعني هو من الآخر لازم ياخد أجازة سنوية صافي أيام عمل ياخدهم أجازة. لو فرضنا إن العامل أخذ أجازة سنوية، والأجازة السنوية بتاعته بعد ما خدها أصيب بأي حاجة، يعني مرض أو تعرض لحادث أو أيا كان، فالرصيد أجازاته بيرجع زي ما كان، لأن الأجازة هنا هتبقى أجازة مرضية، لأن الأجازة السنوية برضو مستقلة عن الأجازة المرضية. ده بالنسبة للأجازات السنوية. الأجر أثناء الأجازة، هل ينتقص من أجر العامل أثناء أجازته؟ لا طبعا. هل بيستحق الأجازة السنوية دون أجر؟ لا طبعا. الأجازة السنوية تعطى بأجر كامل، لأن أنا لو مسيت بأجر العامل في أثناء الأجازة الأجازة مش هتوصل للهدف بتاعها، مش هتحقق الغرض منها. ليه؟ لأن احنا كده ما هو مش هياخدها. لو أنا هقول له أنا هديك أجازة بس هخصم من مرتبك، يبقى مش هياخدها. هياخدها ليه؟ لا، هو أهم عنده المرتب، هو ده اللي بيشتغل علشانه، فمش هينفع إن أنا أنتقص من أجره. ولكن القانون حط حاجة كده لعدم التلاعب أو عدم التحايل على العامل من العاملين، لما جه قال كده إيه؟ ولصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره أثناء الأجازة في حالة واحدة بس، إذا ثبت أنه عمل لدى صاحب عمل آخر. يعني لو هو النهارده واخد أجازة عشان عنده شغل في حتة تانية، هي الحالة دي اللي من حق صاحب العمل لو أثبت أنه عمل في مكان آخر، فمن حقه أن يحرم العامل من أجره أثناء هذه الأجازة. تعالوا بقى نسأل أسئلة لو سمحتوا، بس اللي فتح المايك يقفله علشان الصوت مشوشر من فضلكم. في عندك ميوت اول كده، لو تدوس عليه يبقى افضل. هو بس عشان حضرتك هوست فانت اللي لازم تقفله من عندك. هو بيبقى مع الاوديو سيتنج مثلا ولا؟ في السيتنج تحت كده في ميوت اول، لو تدوس عليها هتبقى تمام. يعني يا ريت نلتزم عشان نسمع ونستفاد يا جماعه كلنا من فضلكم. بس اعتقد لو دكتور مصطفى من عند حضرتك ينفع تقفله لنا. وصلت لها؟ لا. طيب يعني الصوت ممكن من عند participants المشاركين لو دوست عليها بيبقى فوق كده في حاجة اسمها ميوت اول على اليمين، ممكن
على حسب ما أنا فاكرة. تمام خلاص اوكي تمام ده. ماشي شكرا ليك يا مريم. نيجي بقى للأسئلة اللي دايما بنسألها، وهي بتاعت هو مين اللي بيحدد ميعاد الأجازة؟ هو لو الموظف ما قامش بالأجازة هيحصل إيه؟ هو يعني إيه الحد الأدنى للأجازة السنوية؟ والأجازة دي بتترحل ولا لأ؟ والأسئلة الكتير قوي اللي إحنا بنسألها دي. اللي بيحدد موعد الأجازة هو صاحب العمل دون سواه. ما حدش بيقدر يحدد الأجازة غير صاحب العمل، هو اللي من حقه يقول مين ياخد أجازة إمتى. وما ينفعش إن أنا أقول له لأ، اللي هو منفرد بالقرار، لأنه هو الوحيد اللي شايف المؤسسة بتاعته ماشية إزاي. هو الوحيد رئيس جمهورية المنشأة، هو اللي شايف امتى ياخد ده اجازه في انهي فتره، وده امتى ياخد ده اجازه، علشان العمل ما يتوقفش. لان افرض دلوقتي ان اتنين شغالين في قسم واحد والاتنين عايزين يطلعوا اجازه سنويه في نفس الوقت، فمين هيشتغل؟ فمش هينفع ان احنا نسمح بده. فعشان كده القانون ادى لصاحب العمل الحق الكامل والحريه ان هو يحدد الاجازه السنويه للعامل دون أن يعترض أو دون اعتراض من أي عامل على موعد أجازته. وماذا لو لم يقم العامل به؟ لو أنا دلوقتي حدد صاحب العمل الأجازة والعامل لم يقم بها. طب احنا قلنا من شوية إن اللي بيحدد الأجازة هو صاحب العمل. فلو لم يقم العامل بها توجدني قدام مشكلتين. المشكلة الأولى أو الاختيار الأول هو لو كان صاحب العمل لم يقم بتحديد الأجازة، يعني سايب زي كما هو الحال في كل الشركات، إن العامل يطلب الأجازة وصاحب العمل يشوف حاجة العمل بتسمح ولا لأ، وفي هذه الحالة بيوافق أو بيرفض طبقا لحاجة العمل. والاحتمال الثاني وهو أن يرفض القيام بها بعد تحديدها. تعالوا نمسك واحد واحد. الحاجة الأولى قال كده إيه؟ إن هو يرفض القيام بها كتابة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا النهاردة صاحب العمل قال لي يا باشا أنت الأجازة بتاعتك هتبقى ال 15 يوم الأولانيين من شهر 7. لا يا باشا، ده أنا حاجز المصيف في شهر 8. أنا ماليش علاقة أنت حاجز إمتى، أنت أجازتك في شهر 7. خلاص أنا مش عايز، أرفض. لو قام العامل برفض الأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها. ولينا واقفة في الحتة دي. يعني ايه الكلمة ديت؟ ويعني ايه كلمة اقتضاء مقابلها؟ عشان الناس في الحتة دي بتفتي. يعني ايه كلمة يسقط حقه في اقتضاء مقابلها؟ يعني لا يستحق المقابل النقدي بتاعها. ففي ناس تيجي تقول لك ايه؟ لا بس هو الأجازة ما يسقطش حقه فيها، هو يسقط حقه في اقتضاء مقابلها بس. يعني ايه؟ ما هو سقط حقه فيها يعني يسقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابلها. ليه؟ هو مين اوريدي اللي بيحدد موعد الاجازه؟ صاحب العمل. طب والعامل رفض، يبقى خلاص مش عايزها، يبقى سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابلها، لان هي مش هتبقى موجوده تاني. اقتضاء مقابلها ليه هو قال اقتضاء مقابلها؟ لانه اوريدي هي خلصت، هي انتهت، الميعاد اللي كنت محدده راح، فانت مش هتاخده، فكمان يسقط حقه في اقتضاء المقابل بتاعها. عشان كده القانون قال كده. تمام. الحاجه الثانيه، ده الاحتمال الاول انه هيسقط حقه فيها، فخلاص كده هو مش محتاجها، مش هياخدها. الاحتمال الثاني لو لم يقم صاحب العمل بتحديد الاجازه بقى. لو لم يقم صاحب العمل بتحديد موعد الاجازه، مسابها مفتوحه، اللي هو ايه؟ اللي عايز اجازه يا جماعه يطلب، واللي مش عايز لو حاجه العمل تسمح او لا تسمح. وهنا ترحل الأجازة لو لم يستنفذ العامل الرصيد بتاعه. والرصيد بيرحل كاملا. الرصيد بيرحل كاملا. الرصيد كامل بيترحل السنة اللي بعدها. ليس له حد أدنى ولا حد أقصى، هو اللي موجود هيترحل. خد 20 يوم وباقي له يوم هيترحل، خد 5 أيام وباقي له 16 يوم هيترحل. ما عنديش حاجة اسمها أصل العارضة ما بتترحلش،
اصل بيترحل بحد ادنى ما اعرفش ايه، اصل هو لازم ياخد يعني ما فيش حاجه اسمها كده. الاجازه في الماده 47 اسمها اجازه سنويه، قدرها ايه؟ 21 يوم او 30 يوم زي ما القانون قال. فانت لو ما خدتهاش هتترحل كامله. ده حقك، وده حق العامل لو انت HR وبتسمعني، وحقك كعامل لو انت موظف وبتسمعني. تمام؟ فهو من حقه يستفيد من كامل الرصيد الذي لم يستنفذ، فبيرحل للعام الذي يليه ثم للعام الذي يليه بحد أقصى 3 سنين ثم تسوى. ماذا يعني؟ ماذا يعني كلمة يسوى؟ يسوى يعني يستحق المقابل النقدي لرصيد الأجازات الغير مستنفذ كل 3 سنين. هو لازم كل 3 سنين؟ لا، هو قال حد أقصى 3 سنين. يعني ممكن تسويها سنة بسنة، ممكن تسويها سنتين، ممكن تسويها 3 سنين، على حسب أنت منظم حياتك أو شغلك إزاي، لأن هي فيها ناحية تنظيمية أكتر منها ناحية قانونية. ما معنى كلمة الحد الأدنى للأجازة؟ لأن في حد بيتكلم سأل سؤال بيقول بس القانون بيقول لازم ياخد 15 يوم منها 6 متصلين. حلو قوي الكلام ده، اللي هو إيه؟ وده النقطة اللي أنا كنت هتكلم عليها دلوقتي. ما هو الحد الأدنى للأجازة السنوية؟ بس قبل ما أشرح الحتة ديت لازم نفهم حاجة مهمة جدا. هو يعني ايه كلمة اجازة سنوية اصلا؟ معنى كلمة اجازة سنوية هي ايه؟ معنى اجازة سنوية يعني عاملة زي كده العلاوة الدورية السنوية، ما هي برضه فيها سنوية. يعني ايه كلمة سنوية في العلاوة الدورية السنوية؟ تعطى كم مرة؟ مرة واحدة. فالاجازة السنوية عشان حطت جنبها سنوية فهي تعطى مرة واحدة سنويا. فالقانون قال ايه؟ وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل العامل على اجازه سنويه قدرها 15 يوم. ما معنى هذا؟ هو القانون هنا واضح بيقول ايه؟ الاجازه السنويه مدتها 15 يوم، ال 15 يوم دول ياخدهم متصلين. ده معنى الكلام. ولكن المشرع شاف ان ممكن صاحب العمل ما يقدرش يستغنى عن العامل ده لمدة 15 يوم متصلين، فسمح ان هو يخفض المدة، بس قال ما ينفعش تقل عن 6 ايام متصلة. يعني هي اصل الاجازة السنوية 15 يوم متصلة، ولكن علشان في بعض الناس ما تقدرش تستغنى عن العامل لمدة 15 يوم متصلة، فقال ايه؟ خلاص احنا ممكن نتنازل عن الحق ده، بس الشرط اللي محطوط ايه؟ انه ياخد 6 ايام متصلة. يبقى هي قدرها 15 يوم، منها 6 ايام متصلة على الاقل. هو ده معنى الكلمة بتاعت 15 يوم سنوية. يبقى هي 15 يوم سنوية، يبقى تعطى مرة واحدة سنويا 6 أيام متصلة كحد أدنى لازم يحصل عليهم العام. ده بالنسبة لقصة الأجازة السنوية وماذا لو لم يقم العامل بها وما إلى ذلك من الكلام. مريم اتفضلي، أنت كاتبة سؤال. هو أنا برضو متلخبطة، يعني لو العامل مثلا في السنة خد يومين أو 3 برحله بقية الواحدة ياخد 15 يوم منهم 6 متصلين، فاللي هيترحل بعد كده هم بقية 21، يعني هشيل منهم 15 وارحل بقية 21. لو هو بياخد 30 يبقى بياخد 15 بحد أدنى وبرحل 15 التانيين، وفي حالة 21 برحل 6 بس. فأنا كده فاهمة غلط ولا صح؟ اللي بيترحل المتبقي من رصيد الاجازات ايا كان اللي خده وايا كان المتبقي. هو المهم ان هو خد 7 ايام من ال 30 هيترحل 23، خد 6 ايام هيترحل 24 وهكذا. يبقى ايا كان الرصيد المتبقي هيترحل. أنا بس بجبر الناس عندي في الشغل ياخدوا 15 يوم في تمام، السنة دي حاجه كويسه. منهم 6 متصلين. دي حاجه كويسه ان انت تجبري الناس ان هم ياخدوا اجازه، دي حاجه كويسه بس في حاجه. لأنها قانون، يعني
ايه؟ انا بعملها على اساس القانون، على حكم، انا بعملها على اساس قانون. انا مش القانون ماشي بيقول تمام. لازم 15 يوم في السنة، الوحدة الميلادية، و6 منهم متصلين. تمام اوكي، ما ده كويس ان انت بتجبري الناس ان هم ياخدوا حقهم، دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، بس المهم ياخدوه يعني. تمام بس. آم، ده بالنسبه للاجازه السنويه. ثواني بس هشوف الاسئله علشان ماذا لو لم يأخذ العامل أجازة أسبوع متصلة؟ هل تواجه؟ طبعا بتوجد مخالفة على الشركة، لأن مكتب العمل لما بيجي يفتش على الأجازات بيطلب الأجازات بتاعة الموظفين وبيان حصولهم على 6 أيام عمل متصلة، فلازم يشوفها، فلو ما شافهاش هي مخالفة على الشركة. السؤال الثاني، طيب لو فتحت للموظفين انهم ياخدوا اجازات وهم رفضوا على امل انها تتصرف فلوس، اجبريهم ان هم ياخدوا اجازاتهم، لان كده هو حول الاجازه لوعاء ادخاري وده مش صح. احنا الاجازه محطوطه الهدف منها ان العامل يستريح فيرجع يمارس عمله بكامل نشاطه، مش عشان يحوشها ويعملها صندوق يحوش فلوس فيه. ده بالنسبه لقصه الاجازه السنويه. الأجازة الثانية هي الأجازة العارضة. الأجازة العارضة هنتخانق فيها شوية مع بعض علشان ليها شوية آراء مختلفة شوية. هي الأجازة العارضة احنا اتفقنا إن احنا عندنا نوعين من الأجازات، أجازات اسمها دورية وأجازات اسمها غير دورية. ولما اتكلمنا عن الأجازات الدورية قلنا إن هي بتستحق بصورة دورية كل سنة من سنوات الخدمة، لكن الأجازة العارضة هي غير مستحقة إلا لو حصل سبب عارض، فهي أجازة غير دورية. أجازة غير دورية مرهونة بحدوث السبب العارض. مدتها كام يوم في السنة؟ المادة 52 كانت واضحة لما اتكلمت في الحتة ديت وقالت إن هو للعامل أن ينقطع لسبب عارض لمدة 6 أيام في السنة، يومين في المرة الواحدة. ده القانون في المادة رقم سوري أنا آسف، في المادة 51 مش 52. للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، والأجازة دي بتحتسب من الأجازات السنوية المقررة للعامل. يبقى قانون واضح أهو سهل، مش محتاج إن إحنا نفتي. يبقى إيه؟ بتحتسب من الرصيد السنوي. يبقى ال 21 يوم جواهم في 6 أيام متصلة، 6 أيام عارضة. وكمل كمان قال إن الحد الأقصى بتاعتها في المرة الواحدة هي يومين، فما عنديش حاجة اسمها 3 أيام عارضة، عندي يومين بس. طيب هل هي مستقلة بذاتها عن الأجازة السنوية؟ هل منفصلة؟ ليه بسأل السؤال ده دايما في كل المحاضرات بتاعتي؟ تعرضت مرة لموقف في أحد الشركات، موظف خلص رصيد أجازاته السنوية فعايز أجازة، يعني هو خلص ال 15 يوم، المفروض ان هم دول الاجازات بتاعته، القانون قال ان هم 15 يوم. طيب بس لسه عنده 6 ايام عرض، فكان محتاج اجازه عاديه، مش محتاج ان هو مش عنده حاجه عارضه يعني. فالسياسه بتاعت الشركه كانت بتقول ان العامل بيقدم اجازه كما هو الحال في اغلب الشركات، ومديره المباشر ممثلا عن صاحب العمل بيرفض او يقبل على حسب حاجه العمل. فالمدير بتاعه كان ما عندوش مشكله ان الراجل ياخد اجازه، فراح لبتاع شؤون العاملين قال له لو سمحت يا استاذ انا عايز اخد اجازه. فالراجل مشكورا فتح الاكسل اللي بيتابع عليه حركه الاجازات، فقال له لا حضرتك انت خلصت الرصيد السنوي بتاعك، خدها عرضا. طب وده كلام؟ في حاجه اسمها كده؟ يعني ما ينفعش، او الراجل ما عندوش سبب عارض ياخدها عارضه ليه؟ فالراجل يا عيني سمع كلامه وقال له ماشي هاخدها عرض، بس انا عايز 3 ايام. قال له لا بحد اقصى يومين.
يعني فده دليل على اللي احنا كنا بنتكلم عليه في بداية المحاضرة عن الاتش ار اللي مش فاهم، اللي بيقعد يهبد وخلاص. مفيش حاجة اسمها كده. الرصيد كاملا اسمه رصيد سنوي، هو على بعضه اسمه رصيد سنوي. هو العارضة ده استثناء من القاعدة في حالة حدوث السبب العارض، ولكن لو لم يحدث السبب العارض فتكون الأجازة سنوية، مش محتاجة فقاقة يعني. هو ما عندوش سبب عارض، خلاص الأجازة السنوية زي ما هي. السؤال بقى المهم واللي دايما بنتسأل فيه، هو صاحب العمل هل يحق له أن يرفض الأجازة العارضة؟ ودايما لما بسأل السؤال ده الناس بتستغرب، هيرفضها ازاي ما هو خدها؟ هو يرفضها يعني هيحتسبها غياب بدون إذن. يعني أنا مش هحسب لك الأجازة العارضة. هل من حقه أن يفعل هذا ولا لا؟ ونرجع هنا لبعض الأساتذة التي يعني بتتكلم في الحتة دي كتير وليها مصطلحات بارزة في الحتة ديت، إن الأجازة العارضة ما ينفعش إنها تترفض وما إلى ذلك. بس تعالى نشوف كده بالمنطق الأول وبعد كده بالقانون. لما نيجي نتكلم عن الأجازة العارضة واجي أقول لك إيه، واحد كده يقول لزميله بقول لك إيه يا حسين، أنا مش قادر أقوم من النوم، اضرب لي عارضة. اسأل نفسك كده السؤال ده، لو أنت مدير هل هذه الأجازة تعتبر أجازة عارضة ولا لا؟ أو نيجي كده لشركة من الشركات التي تعمل في السلع الاستهلاكية، ويجي كده أمين مخزن يبقى عنده تسليم بضاعة في يوم من الأيام الموجودة، فهو بس عامل تاتش مع مديره ولا حاجة، فيغيب اليوم ده اللي هو عنده فيه تسليم البضاعة دي، ويجي يقول إيه، أنا عارضة النهاردة. هل هذه أجازة عارضة؟ فاسأل نفسك أنت كسؤال، هل هذا سبب عارض أم لا؟ تمام؟ طبعا أكيد لسان حالكم كلكم بيقولوا لا وبتضحكوا. طبعا ده مش أجازة عارضة، ده استهبال. يعني ده واحد بيلعب، أو واحد بيدعي إن هو عنده ظرف وهو لا يملك هذا الظرف. طب يعني إيه كلمة عارضة؟ عشان نعرف نتكلم. كلمة عارضة هي حاجة طارئة حدثت، حاجة عارضة. ومعيار الظرف العارض مختلف من شخص لآخر. هرد عليك يا أستاذ سامح. المعيار السبب العارض مختلف من شخص لآخر. يعني ما تراه أنت عارض قد يراه غيرك، سواء صاحب العمل أو غيره، غير عارض. يعني كمثال، الأخ اللي كنا بنتكلم عنه من شوية ده اللي هو ما كانش قادر يقوم من النوم، هل دي أجازة عارضة؟ لا. طيب لو أنا هقول لك موقف أقوى من كده شوية، بما إننا مصريين وعندنا عادات وتقاليد مصرية أصيلة ونحترمها جميعا. في حالة حدوث وفاة لشخص عزيز عليك، والده توفى، والدته توفت، فطبعا العادات والتقاليد بتاعتنا بتقول إن أنا لازم أبقى معاه وفي ظهره وترب ومدافن وما إلى ذلك. ولكن لما تيجي تقول لصاحب العمل إن أنا كان عندي ظرف عارض بيتمثل في 1 2 3، صاحب العمل أبسط حاجة يقول لك وأنا مالي ومال أبو صاحبك، مع احترامي الكامل لشخصه، يعني أعمل له إيه؟ هيأثر عليا أنا في إيه؟ هو أنت لما غبت النهاردة فأثرت على حركة سير العمل، فأثرت على المبيعات، أو أثرت على العملية الإنتاجية، هل أنا هستفيد لما أنت تروح تحضر جنازة مثلا مع إن أنت شايف إن ده سبب عارض؟ فالسبب الأجازة العارضة من الممكن إنها ترفض، وذلك لعدم اقتناع صاحب العمل بالسبب من الأجازة. فإجابتي ليك يا السائل الكريم الأستاذ سامح، لازم تصرح بالسبب العارض كي يقتنع به صاحب العمل، لأن القانون قال كده ينقطع لسبب العارض. وأنا إيش عرفني
ان انت كنت عندك سبب عارض، فهعرف منين كصاحب عمل التقدير بتاعه هيروح لفين؟ تيجي تقول لي كمان شويه لا مش من حقه يعرف، لا القانون قال لي ان انا من حقي انقطع لسبب عارض. طيب وهو من حقه يرفض ويقول لك انت غياب بدون اذن وهديك جزء وروح اشتكي، هتعمل ايه؟ ماشي، انا عند بعند هروح اعمل شكوى. فانت هتروح للشكوى في مكتب العمل وتقول لهم يا اساتذه انا كان عندي ظرف عارض وصاحب العمل امتنع عن اعطائي هذه الاجازه وتم خصمها مني كغياب بدون اذن وتم توقيع علي جزاء على هذه الواقعه. اول سؤال هيتسال لك هو ايه؟ هو ايه السبب العارض؟ يعني انت مثلا هينفع تقوله لمكتب العمل ما تقولوش صاحب العمل؟ طيب قلته للمكتب العمل وكان مكتب العمل ما اقتنع بالسبب العارض فقام بتحرير او قام باستدعاء ممثلا عن صاحب العمل كجهه فض النزاع وديا، وصاحب العمل او الممثل بتاعه رفض برضه ان هو يحتسب هذه الاجازه وتم تحويل القضيه للمحكمه كي يحكم القاضي في السبب العارض اللي حضرتك بتدعي ان انت كنت منقطع على اساسه. شوف ان احنا الموضوع كبر لحد فين. طبعا اللي انا بقوله ده مش منطقي يعني، بس انا بتخيل معاك العمليه هتمشي لحد فين. وفي هذه الحاله ستقوم برضه بالافصاح عن السبب العارض كي يقتنع او كي يحكم ذو السلطه على هل هذا كان سبب عارض ام لا. انهي الموضوع بتاع الاجازه العارضه بحكم من محكمه النقض المصريه لما قالت يجوز لجهه الاداره رفض الاجازه العارضه اذا لم تقتنع بالسبب العارض. فنجد الحكم ده كان صادر في ايه برضو عشان نبقى فاهمين وتبقى عارف بقى انت رايح لحد فين. احنا عندنا في المادة 69 من قانون العمل وهي الخاصة بالخطأ الجسيم المبرر لفصل العامل، في البند الرابع بيتكلم عن الغياب المتصل والغياب المتقطع. الغياب المتصل ما فيهوش كلام ما فيهوش نقاش 10 أيام، والغياب المتقطع هو 20 يوما متقطعة خلال عام واحد. فجالنا واحد صاحب الحكم اللي احنا كنا بنتكلم عليه تغيب عن العمل 19 يوما، وإذ به في اليوم 20 لما انقطع قال لهم إن أنا كنت أجازة عارضة. فهل هذا منطقي؟ طبعا اترفضت الأجازة العارضة بتاعته من المحكمة وتم فصله من الخدمة لانقطاعه 20 يوما متقطعة خلال عام واحد. عشان كده الحكم ده طلع. فلازم الأجازة العارضة يفصح عن سببها كي نحكم كمؤسسة أو كإدارة هل هذا فعلا كان سبب عارض أم لا الذي انقطعت عن العمل بسببه فأدى إلى خسارة مادية أيا كان إيه هي لصاحب العمل. ده بالنسبة للأجازة العارضة. في حد بيسأل بيقول لما كنا بناخد أجازة عارضة كانت بتتخصم مننا من المرتب وكان بيقول دي سياسة الشركة. لا، دي سياسة باطلة ومخالفة للقانون. لو خلصت ال 15 يوم أجازة اعتيادي كده هاخد من الأجازة العارضة بدون سبب ولا لازم برضو؟ لا، من غير سبب خالص. الأجازة السنوي طول ما هي سنوي هي بتتاخد دون إبداء أسباب لأنها هي بتقدم عليها هي أجازة عادية لو سياسة الشركة بتسمح بده، أي لا يقوم صاحب العمل بتحديد موعد الأجازة. اتفضلي يا مريم. مريم كنت عايز تسألي؟ أنا كنت وقعت يعني وقعت 10 أيام أجازة للموظف أخذ في السنة 5 أيام أجازة بس، وقلت له خد 15 يوم اللي بيقول عليهم القانون، فهو أخذ 10 بس. فأنا ما رضيتش إن أنا مريم بصي، هو أنا شايف إن في عندك مريم مريم الصوت عندك فيه مشكلة.
اللي هي 10 ايام ورحلت له بس 15 يوم، هل كده انا تصرفت؟ مريم الصوت عندك فيه سامعني كده؟ مشكله، الصوت عندك فيه مشكله سامعني كبيره كده؟ قوي. طيب سامعني كده؟ اتفضلي. انا كنت بقول ان انا وقعت لموظف عندي 10 ايام اجازه من رصيده، ومضيته ان هو رفض القيام بالاجازه، لان انا بقول له ان انت بالقانون ليك انك تاخد 15 يوم على الاقل في السنه الميلاديه الواحده، فانت خدت 5 بس، فانا هوقع ل10. فحضرتك لسه بتقول انه مهما كان عدد الايام اللي ياخدها تترحل كل اللي باقي، سواء اخد 1 أو 2. اكيد طبعا. فانا اعتمدت على انه القانون بيقول 15 يوم في السنة، منهم 6 متصلة، ده إلزامي ياخدهم، أو مش أقل من. الزامي ياخدهم، مش الزامي ان انا اشيلهم من رصيده. الزامي ياخدهم يعني تديهم له، يعني تجبريه على القيام بالاجازه، مش تخصميها منه. يعني ده هو قانون في الاول وفي ما أنا الاخر قال ايه؟ جبرته وهو رفض يقوم. يرفض كتابه. لو رفض ما كتابه أنا يسقط حقه فيها. في الحتة دي جادل معايا، قال لي أنا مش همضي على الورقة ومش هرفض، لأن أنتوا يبقى عندكم سيستم تحددي وأنتوا له بانيين ميعاد، القاعدة دي في السيستم. يبقى تحددي له موعد للقيام بالاجازه وتمنعيه من الدخول اثناء هذه الاجازه، لكن ما تشيليش من الرصيد دون توقيع. يعني ممكن تحددي له لكن ميعاد ان انت قانونا، عندك 10 ايام في الفتره من كذا لكذا هتبقى اجازه، خلاص، لكن وتمنعيه من قانونا إن أنا الدخول في عملته الوقت ده. غلط. طبعا. اصل هي مسليدنج قوي، هي بتضلل قوي البني ادم، لان هي واضحه جدا في القانون انه العامل لازم ياخد على الاقل 15 يوم، منهم 6 ايوه متصلين. صحيح. ف... ف... هي واضحه في القانون انه لازم ياخدهم، ده صحيح وانت قاريها صح، ولكن لازم ياخدهم مش اخصمهم منه. لازم يطلع اجازه، لازم يعني يمشي من الشغل ويقعد في بيتهم، لكن مش اخصمهم من رصيده. تمام. في حد بيسأل بيقول لو موظف جديد وخد اجازه يوم، لو مش عايز اخصمها من المرتب ينفع اخصمها من رصيد اجازاته لما يتم 6 شهور ولا احسبها ازاي؟ طبعا ينفع، ودي حاجه جميله من الشركه انها تتعمل كده، مش حاجه وحشه ومش مخالفه للقانون طبعا في حاجه، طول ما انت بتدي حق زياده للموظف، لان الحقوق المذكوره في القانون هي الحقوق الدنيا التي يجب ان تعطى للعامل. لو حد اشتغل بارت تايم لمده 3 سنين بدون تامينات و7 سنوات بدوام كامل، هل يستحق؟ ايوه يستحق 30 يوم طبعا. هل يجوز فصل الموظف لقصر تاخيراته خارج عن نطاق المحاضره؟ ينفع يتم اختاره بخطاب بعلم الوصول في حاله رفع التوقيع عن القيام بالاجازه؟ لا، ينفع يتم اختاره بخطاب بعلم الوصول في حاله رفضه التوقيع على القيام باجازه. عادي جدا، اعمل قرار اداري يا باشا ويتوقع ويتحط في لوحه الاعلانات بتاعه المؤسسه ان هو اجازه في الفتره من كذا لكذا، وتبعتها له بعلم الوصول كمان بقرار اداري ان هو اجازه لمده معينه اللي انت محددها. النوع الثالث او من الاجازات وهي اجازه العطلات الرسميه. هل ينفع ابدل اجازه الحج الشهر؟ لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش. اجازه الحج لا تستبدل بفلوس، لا طبعا. العطلات الرسميه هما 14 يوم سنه، كل سنه. هو لسه الاجازات لسه الاسئله ما خلصتش، انا متاسف. يعني لو حد ما خدش اجازات لمده 3 سنين هل يستحق 90 يوم؟ هو اولا ربنا يكون في عونه ان هو قعد 3 سنين ما ياخدش اجازات، وطبعا لو هو رصيده 30 يوم في السنه فبيستحق ال 90 يوم كفلوس طبعا. هل يوجد حد معين الاجازه السنويه المتصله؟ احنا شرحنا كل الكلام ده، ممكن نبقى تراجع ريكورد بقى، كده كده انا بسجل. نرجع تاني لأجازة العطلات الرسمية. العطلات الرسمية محددة في القانون على سبيل الحصر، هم 14 يوم
طبعا في القانون علشان نبقى واضحين، اتحددت 13 يوم في المادة 52، وتم زيادة اليوم ال14 في عام 2009 بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، وذلك بإضافة يوم 25 يناير كعيد للشرطة. فالعطلات الرسمية 14 يوم سنويا. ال 14 يوم دول متقسمين ل2 كاتيجوري، الأولاني وهو الأعياد الدينية، والثاني وهي الأعياد القومية. الأعياد الدينية علشان تعرف تحفظها هو 1 و2 و3، 1 و2 و2 و3. الواحد وهو رأس السنة الهجرية، والاثنين الأولى وهي الاثنين مولد أقصد بيها عيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف، فهو الاثنين دول بيعتبروا مولد 7 يناير عيد الميلاد، ومولد النبوي الشريف في الأول من محرم على ما أتذكر. واليوم الاثنين الثانية وهي الخاصة بعيد الفطر، والثلاثة هي عيد الأضحى. يبقى 1 و2 و2 و3، الواحد رأس السنة الهجرية، و2 مولد اللي هي الميلاد والمولد، و2 عيد فطر، و3 عيد أضحى. دي الأعياد الدينية وهو عددها 8 أيام. الأعياد القومية هي عددها 6 أيام، بتبدأ ب 25 يناير عيد الشرطة، ثم 25 برضو ولكن إبريل وهو عيد تحرير سيناء، ثم يأتي 1 مايو وهو عيد العمال، وفي هذه الفترة أيضا يأتي شم النسيم، ثم يليهم عيد ثورة يوليو في 23 من شهر يوليو، ثم يليهم أخيرا عيد النصر العظيم وهو 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة. يبقى عندنا 8 ديني و6 قومي. ال8 الديني رأس السنة الهجرية وعيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي الشريف وعيد الميلاد المجيد، وال6 القومي عيد الشرطة وتحرير سيناء وشم النسيم وعيد العمال وثورة يوليو وعيد 6 أكتوبر. الأجازات دي كلها مذكورة في القانون ومذكورة في القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009. في سؤال بيلح علينا كلنا، وهو إن الفترة اللي فاتت كان عندنا أجازات كتير رسمية بتقر طبعا من رئيس الوزراء، وكان بيدرك فيها القطاع الخاص، فنحن جميعا ملتزمين بالقرارات التي تصدر من رئيس الوزراء لو كان بيتكلم عن القطاع الخاص، وهتلاقيها دايما بيلحقوا على طول منشور توضيحي من السيد وزير القوى العاملة، لا يتأخر في ذلك، إن هو بيشرح أو بيقر الأجازات الأعياد الرسمية. بنلاقي إن في بعض الأجازات وطبقا للسياسة العامة في الدولة بترحل لنهاية الأسبوع، اللي هي بتبقى يوم خميس. نجد هذه الأجازات هي الأجازات التي لن تكون مرتبطة بمراسم أو طقوس معينة، ولكن في الأجازات التي ترتبط بطقوس معينة كعيد الأضحى، كعيد الفطر، كعيد الميلاد المجيد، كشم النسيم، الحاجات دي كلها بتبقى مرتبطة بمراسم دينية معينة، فمش هنعرف إن احنا نعطلها أو نأجلها، ولذلك لا ترحل ليوم الخميس. ولكن بقية الأجازات التي الغير مرتبطة بمناسبات دينية أو بمراسم دينية فممكن إنها ترحل لنهاية الأسبوع، فهو قرار حكيم لتنشيط السياحة الداخلية طبعا والخارجية. العطلات الرسمية، السؤال دايما هو هل يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأجازات؟ نعم، يجوز تشغيل العامل أثناء الأجازات السنوية طبقا لحاجة العمل، ولكن هل
تحتسب كيوم عمل عادي أم بيستحق عنها مقابل؟ لا طبعا بيستحق مقابل بيزيد عن الأجر اليومي المستحق له. سؤال، طب هو المقابل ده بيكون بأيام بديلة ولا بيكون بمقابل نقدي؟ هو السؤال ده مهم أوي، وعشان نجاوب على السؤال ده الأجازات دي محطوطة أو معمولة لممارسة طقوس معينة أو المشاركة في مراسم أو احتفالات معينة بتنتهي بانتهائها، ولذلك لا يجوز ترحيلها، لا يجوز تعويضها بأيام بديل. ما ينفعش يبقى جاي العيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الأربع وأقول لك معلش إحنا عندنا شغل الأربع فصلي العيد يوم الجمعة. مفيش حاجة اسمها كده، لأن المراسم أو الطقوس أو الصلوات خلصت أو انتهت بانتهاء المناسبة اللي كانت معمولة، ولذلك لا يجوز تعويض الأجازات الرسمية بأيام بديلة، فبتعوض بتعويض نقدي فقط. نقدي فقط، يعني بياخد تعويض نقدي مش بأيام بديلة. والتعويض هنا القانون قال كده إيه؟ مثلي الأجر. يعني إيه كلمة مثلي بإضافة حرف الياء في الآخر؟ مثلي الأجر يعني بيحصل العامل على أجر اليوم بالإضافة إلى ضعف هذا الأجر. بمعنى إذا كان يتقاضى العامل 3000 جنيها شهريا أي 100 جنيها يوميا، فهيستحق عن اليوم 200 جنيه فوق ال 100 جنيه، بمعنى أنه سيحصل على 3000 جنيه في الشهر مضاف إليهم 200 جنيه عن اليوم العطلة الرسمية. ده بالنسبة للتعويض أثناء العطلة الرسمية. الأجازة اللي بعد كده أجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس. الأجازة دي ليها شرط، اشترط هنا القانون المشرع اشترط أن يمضي صاحب العمل أن يمضي العامل 5 سنوات متصلة لدى صاحب عمل واحد. فلازم علشان العامل يحصل على أجازة الحج إن يكون موجود جوه الشركة اللي أنا شغال فيها 5 سنين متصلة عند صاحب عمل واحد. مرات الحصول عليها هي مرة واحدة طوال مدة الخدمة، هي مرة واحدة طوال مدة الخدمة. فما هو المقصود بمرة واحدة طوال مدة الخدمة؟ ما المقصود بطوال مدة الخدمة؟ هي طوال مدة خدمته في سوق العمل، يعني لدى صاحب عمل أو أكثر. وليه طيب؟ ليه عمل كده القانون؟ لأن القانون بتاعنا احنا عندنا الأجازة دي ايه شروطها او بتتاخد ليه؟ علشان أداء فريضة الحج. فريضة الحج إذا قام بها المسلم فهي الفريضة خلاص تم تقضيتها كاملة، يعني مش محتاج ان احنا نعملها مرة تانية. فطالما انت عملتها خلاص اتعملت، سواء كنت بقى بتشتغل سواء ما كنتش بتشتغل، فانت قضيت الفريضة بتاعتك فخلاص كده انت مالكش الحق ان انت تاخدها مرة تانية. طيب السؤال التاني، هو انا هعرف منين هو خدها قبل كده او حج قبل كده ولا لا؟ اللي بيطلب الاجازة دي بناخد منه او بنطلب منه شهادة تحركات من الجوازات عشان نعرف هو عمل الاداء قضى الفريضة ولا لا. لو تم ان هو لو حصل ان هو ادى الفريضة دي قبل كده فخلاص بتسقط، مش من حقه ان هو يحصل عليها، لان هو قال مرة واحدة طوال مدة الخدمة. الأجازة اللي بعدها وهي الأجازة المرضية، بس الأجازة المرضية بس حبة طويلة شوية فأنا هقولها في عجالة. الأجازة المرضية هي مختلفة ما بين نوعين من المنشآت. القانون في المادة 54 قال للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة
ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي. ونجد هنا أن قانون العمل أحال الحديث عن الأجازة المرضية لقانون التأمين الاجتماعي، فلم يذكر عنها شيء في الفقرة الأولى من المادة 54. ثم بعد ذلك نجد أن قانون التأمينات الاجتماعية لما نيجي نرجع له عشان نشوف قانون الأجازات دي بتتحسب إزاي، قال للعامل للمؤمن عليه يعني إن هو يحصل على تعويض عن الأجر مقداره 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوم، تزاد بعدها ال 85% من الأجر المذكور، بحيث لا تتجاوز مدة الأجازة المرضية عن 180 يوم في السنة الميلادية الواحدة. ويجوز للعامل طبعا طبقا لقانون العمل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية لجانب أجازاته المرضية. فنجد هنا أن القانون هنا قال أن الأجازة طبقا لقانون التأمين الاجتماعي، وقانون التأمين الاجتماعي قال أن هي 6 شهور كل سنة، 3 شهور بتعويض 75% و3 شهور بتعويض 85%. عندي استثنائين موجودين في الأجازة المرضية. الاستثناء الأول موجود جوه قانون العمل في الفقرة الثانية من المادة 54، وهو خاص بهم في المنشآت، العاملين بالمنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام المادتين 1 و8 من القانون 21 لسنة 58. قال كده عليهم إن هم بيحصلوا على أجازة قدرها 12 شهرا، يعني سنة، كل 3 سنين تقضى في الخدمة. يعني كل 3 سنين ليه الحق ان هو ياخد 12 شهر مرضي، الشهر الاول بكامل الاجر، وال8 اشهر التالية بتعويض 75% من الاجر، وال3 اشهر الاخيرة بدون اجر. وده الاستثناء الاول المذكور في الفقرة الثانية من المادة 54. الاستثناء الثاني وهو خاص بالمريض بمرض مزمن، والأمراض المزمنة محددة على سبيل الحصر في القرار الوزاري رقم 259 لسنة 95. ده قرار الأمراض المزمنة طالع من وزير الصحة. أي حد عنده مرض مزمن بيحصل على أجازة إلى أن يشفى، فهي مش متحددة بمدة، وبكامل الأجر 100% من الأجر مش بنسب معينة، فهو مستحق للأجازة إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة للعمل مرة أخرى. ده الاستثنائين الموجودين في قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية. أما عن تعويضها فده موضوع يطول شرحه وصعب إن احنا نشرحه في وقت المحاضرة دي لأنه خلص. فدي ال5 أجازات. احنا اتكلمنا النهاردة عن الأجازات السنوية والأجازات العارضة والأجازة زيارة بيت أجازة الحج أو زيارة بيت المقدس، والعطلات الرسمية والأجازات المرضية. ده بالنسبة لل5 أجازات الموجودين جوه قانون العمل. يتبقى لنا نوعين من الأجازات، هي أجازة الوضع وأجازة رعاية الطفل. فطبعا مش هيسعفني الوقت إن أنا أستفيد بالشرح فيهم لأن هم طوال شوية. فإن شاء الله اللي حابب ممكن نبقى نشوف ننظم ميعاد تاني نشرح فيه الكلام ده. هشوف بس الأسئلة وبعد كده هنقفل إن شاء الله المحاضرة. لو عامل بقاله 4 سنين شغال وعايز يحج، وأنا عايز أحط لائحة داخلية إني مش عايز أحرمه من أجازة الحج بسبب إنه ما كملش 5 سنين، ينفع كلائحة داخلية أديله نسبة من الشهر الأجازة اللي هي لا تنسب؟ فأنت لو عايز تديها له عند 4 سنين دي حاجة بتاعتك. زي ما قلنا إن إحنا عندنا القانون هو الحق الأدنى الذي يجب أن يعطى للعامل، فأنت عايز تمنحها له، دي حاجة بتاعتك ودي حاجة كويسة وأشكرك عليها. الموظف لسه متعين، أجازات بتنزل، احنا اتفقنا إن هي بتنزل بعد 6 شهور ومستحقة من أول يوم. الشركة عندي مش بتدي ضعف الأجر من الأجازات، احنا وضحنا القانون بيقول إيه، فأنت لو أنت شايف إن ده مش بيحصل فحاجة دي غير قانونية ومخالفة للقانون. طيب الأجازات الرسمية دي كلها كنا بننزل فيها ويعتبر يوم شغل عادي وما كناش بناخد مثلي الأجر، وكان بيتقال أنتوا أجازاتكم جمعة وسبت
هتاخدوا الرسمي ليه، واللي كان بيغيب كان بيتخصم له. فدي برضو حاجة ترجع لكم، احنا وضحنا القانون بيقول ايه، ولكن برضو زي ما انت ذكرت، هي القانون بينص على ان الراحة الأسبوعية يوم واحد فقط في الأسبوع، فلو هو بيديك يومين فدي حاجة كويسة بالنسبة للشركة، ولكن ده برضو ما ينفعش ان احنا نحرم الموظف من اجازاته الرسمية. ده كل الأسئلة اللي موجودة. أعتقد إن مفيش حد سأل سؤال ما تجاوبش. من ضمن سياسة الشركة لو حد مشي بدري ساعة بيتخصم من رصيد أجازاته، هل هذا صحيح؟ يعني لو حد مشي بدري لمدة 16 ساعة خلال الشهر كده يتم احتسابه 2 يوم عمل. أعتقد يعني بصي إحنا مش هنتكلم في الحتة دي، تنظيم داخلي، ولكن لو أنا هحسبها لائحة نظام ولائحة جزاءات، لو مشي بدري ساعة هو هيخش في ترك مكان العمل، ودي جوه لائحة الجزاءات ليها جزء، فهو هنا بدل ما بيديك الجزء بتاعها بيخصم من رصيد اجازاتك، فده لو انت موافق عليه تمام. لو حد واخد اجازة سنوية وفي منتصفها اجازة رسمية، الاجازة السنوية احنا اتفقنا مستر سامح ان هي مستقلة عن اي نوع اجازة اخر، فلو هي منتصفها اجازة رسمية ما هيرجع رصيده السنوي المقابل للاجازة الرسمية. هل الاجازة المرضية لها حد سنوي؟ احنا قلنا ان لينا نوعين من المنشآت، صناعي وغير صناعي، والصناعي 12 شهر كل 3 سنين، والغير صناعي 6 شهور كل سنة ميلادية واحدة طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية. حد عنده أي أسئلة تاني ما سألهاش؟ حد عايز يفتح فويس ويتكلم؟ لو حد عايز يسأل على حاجة أنا معاكم 5 دقايق كده، وبعد كده أشوفكم على خير في أقرب وقت تاني. المحاضرة متسجلة. أيوه. حد عنده أي أسئلة؟ شكرا يا أستاذ مايكل. العفو يا أستاذة هيام، تحت أمرك. العفو يا أستاذ سامح. أشكركم جميعا على حسن استماعكم، وأنا كنت مبسوط إن أنا كنت معاكم، وكنت مبسوط طبعا إن أنا مع شركة عظيمة زي شركة ميرل، وإن شاء الله أشوفكم في ورك شوب لشؤون العاملين قريب، وإن شاء الله يبقى في برضه محاضرة تانية عن المرتبات نشرح فيها حاجة كده، ممكن أستاذة هبة تتعب وتعمل لنا استبيان عن أي موضوع عايزين تغطوه في المرتبات برضه لمدة ساعة، ونعمله في أقرب وقت إن شاء الله. أشكركم وإلى اللقاء في موعد آخر بإذن الله. شكرا ليكم جدا يا جماعه، وامسيه سعيده، وميرسي مستر فوزي، نورتنا، انت نورت منصه ميرل والله، وشكرا ليكم والله انكم شرفتونا النهارده، ويا رب نكون كلنا طبعا استفدنا، مفيش كلام يعني. وشكرا خاص لحضرتك الحقيقه، انا يعني على المعاش دلوقتي، حضرتك اضفت لي في كبسوله صغيره سهله حاجات يعني ما ظهرتش محدده وانا بشتغل طول عمري، فشكرا على يعني الاسهاب في الايجاز، وجزاك الله كل خير. شاكرين يا العفو يا فندم. فندم، اتشرفت بحضرتك يا دكتور، وأتمنى أن ألف شكر. أراك عن قريب إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله في انتظار تشريف حضرتك ان شاء الله. شكرا يا ليكم يا فندم. جماعه، شكرا ليكم، كل سنه وحضراتكم بخير كلكم جميعا. ميرسي مستر فوزي، ميرسي ليك جدا، ميرسي. العفو يا أستاذ هبة، تحت أمرك. يعني اتاكد بس ان تسجل واقفل على طول.